ان شاء الله حنا هذا هو الهدف ديالنا هذا العام هذا، اننا ملي تسالى البطوله خصنا على الاقل نكونوا العام اللي ماجي ان شاء الله مشاركين في شي بطوله قاريه ان شاء الله. وبالنسبه للمقابله حنا كنا عارفينها وكنا كننتظروها صعيبه. فريق المغرب التطواني في الملعب ديالو في ملعب صعب، انك صعيب انك يعني تربحوا، والحمد لله النقطه كنظن ان خارج الميدان كتبقى ايجابيه. حنا درنا اللي علينا في الشوط الاول، واخا لعبنا ضد عامل الرياح يعني عرفنا نجيريو راسنا ما يتماركاش علينا، وفي الشوط الثاني خرجنا اننا نقلبوا على التسجيل، تفتحوا لنا فرص ما كتبش انهم يتسجلوا. كنشكر الجماهير على التنقل ديالهم، يعني تحملوا عناء السفر، تنشكرهم بزاف وتنتمنى ان شاء الله ان حنا كنا باغيين اننا ننتصروا باش نهديو لهم الانتصار، ولكن ما كتبش. تنشكرهم وتنتمنى ان شاء الله في المقابلات الجايه ان شاء الله اننا نعوضوا وان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله. الدقيقه الاخر كمال قد في الاخر اللي كانت باقا واش غادي نقول لك، اش غنقول لك، ضروري خصك انك تبقى مركز حتى الاخر دقيقه تسمع السيفي ديال الاربيط. هذا هو المهم. الحمد لله ما تسجلش علينا. نقطه التعادل كنظن انها ايجابيه خارج الميدان. ان شاء الله كاين شي حوايج خصهم يتصحوا ان شاء الله غادي نصحوهم في التوقف ان شاء الله الدولي، وما يكون الخير. شكرا. عده مشاكل اللي مازال كتعاني من البطوله الاحترافيه، ولكن بكل صراحه كنتمنى ان هاد السحابه تكون غير سحابه عابره، ونوضوا كاملين بالكره المغربيه ان شاء الله، وتضافر جهود الجميع من اجل تجاوز هاد الكبوه هذه، وان شاء الله ما يكون غير الخير. وشكرا جزيلا، وكنتمناو حظ سعيد لفريقنا المغرب التطواني في قادم المباريات ان شاء الله.